دكتور عماد سعيد، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية، أهلا بحضرتك. اهلا بيك، ازيك؟ الله يخليك. من زمان موجودة والله، مطحونة مع حضرتك. الكرنفال ايه الغرض منه؟ اسعاد الشعب المصري ونبين له ان في ثقافه موجوده في البلد، وفي فنون موجوده في البلد، وفي الكرنفال ده جمع او زي بوكيه الورد اللي هو بيجمع ما بين كافه انشطه او كافه الفنون من خلال محافظات مصر. بيتمتع البيت الفني للفنون الشعبيه بفرقه رضا والفرقه القوميه وفرقه الآلات الشعبيه وانغام الشباب والسيرك القومي والاستعراضيه والانشاد الديني. ف دي الظهور دي حبينا ان احنا نسعد بيها الشعب المصري من خلال هذا المكان هذا العبق التاريخي. ايوه الجميل اللي كل فيه حجر بيأكد ان في أصالة موجودة، في حضارة مصرية، في تراث لابد من الحفاظ عليه. فإذا كان من خلال الشباب الموجود فأنا بعتقد ان اي جزء في مصر او اي منطقة في مصر، ان كان كفر، ان كان نبوة، ان كان اي محافظة، فلابد ان احنا نحتفي بيها من خلال فنوننا. واي شعب في الدنيا بيقاس حضارته بفنونه. في مناطق كثير تاريخيه في القاهره، اشمعنى شارع المعز بالزيتي؟ لا مش اشمعنى، هي البدايه. البدايه شارع المعز، يعني في خطه ان احنا نعمل في مناطق تانية تاريخيه تانية. طبعا. طب جميل. على مستوى الجمهوريه مش على مستوى القاهره، في خطه طبعا مستقبليه تباعا بننفذها. في حاجه غير القافله الثقافيه اللي هي مبادره مصر الجميله دي خارج عنها ولا دي ضمنها؟ دي ضمنها. الكل يجتمع تحت بوتقة مصر الجميلة. مصر الجميلة. فإذا كان النهارده حتى في الكرنفال اللي موجود او الديفيليه اللي موجود ده، في مجموعة من الفرق القومية ومجموعة من فرقة رضا ومجموعة من السيرك القومي ومجموعة من الآلات الشعبية ومنام الشباب، يعني مجموعة من الفرق، وفي نفس الوقت موجودة في محافظات مصر لنفس اللحظة. موجودة في فرقة رضا مسافرة، موجودة في دمنهور، في البحيرة الآلات الشعبية، في بورسعيد الإنشاد الديني القومية، في جنوب سيناء يعني ايه الإنشاد الديني في مطروح، يعني عارفة حركة في كل المحافظات. كل موجود في يوم، يعني في عروض مختلفة طبعا فنونها موجودة في كل الأماكن. العروض دي مجانية؟ طبعا دي شعب مصر طبعا. مفيش طبعا. هي دي مصر الجميلة، ولابد ان احنا من حق المصري علينا او الشعب المصري انها تصل الثقافة الى مستحقين. هم دول المستحقين، الناس اللي في الشارع دول مستحقين. الاماكن اللي هي بتاعت الزيت والسكر والليمون والحاجات دي والكلام من ده والمكرونة محتاجين يسعدوا، محتاجين ان احنا نوجههم، محتاجين ان احنا نوصل لهم الثقافه. الابداع لابد يوصلوا. الرجال مبدعين، الشباب حملوا مسؤوليه ان هم برغم ان ممكن يبقى في محافظه النهارده وبكره في محافظه ثانيه وبعده محافظه ثالثه، يعني يوميا في جهد. انا كنت بقول للدكتور صابر، بقول له البيت الفني في الشباب اصبح زي الكوماندوز اللي هو رحاله ويتنقل هنا من هنا من هنا. جهد فعلا بيقوموا الشباب وزمايلي اللي موجودين في بيت الفن للفنون الشعبيه، كل الفرق على مستوى كل الجانب الفني، الجانب الاداري، كلهم بيخلصوا لهم حاجاتهم بشكل سريع جدا، في تعاون مستمر. وبعدين الفرق الثقافه الجماهيريه، قصور الثقافه والصندوق التنميه الثقافيه والبيت الفني للمسرح، الكل في واحد. بدل ما كان فعلا الجميع يشتغل قطاعات منفصله عن بعضها، جزر منعزله عن بعض. ايوه. النهارده كلنا بنتحرك في قلب الرجل الواحد فعلا، زي ودي حقيقه مش كلام. احنا لو انا هتكلم كلام لا، تعالي اثبت لي، هيطلع في النهايه حاجه جميله. تعالي اثبت لك النهارده في مكان
اثبت لك ان في مكان ان احنا موجودين بشكل عملي. محافظات مصر في ابريل عملنا حوالي اكتر من 58 ليله عرض. في مايو البيت الفني للفنون الشعبيه عامل، يعني في ابريل عامل 58 ليله عرض في مواقع كتيره جدا. في مايو عاملين تقريبا لغايه دلوقتي الرسمه بالنسبه لمايو حوالي دلوقتي هتفوق ال 60. يعني المخطط لمايو يعني هيفوق ال 60. جميل. وبعدين يعني غير الديفيليهات او القافله اللي هي خاصه بالقاهره المعز او هنروح في برضه في رسمه خلال اللي هو في دير سانت كاترين. هناك ان شاء الله في مهرجان. في مرسى مطروح يبقى في مهرجان. جميل. جميل. فان شاء الله القافله شغاله، وان شاء الله رجال وزاره الثقافه هيسعدوا ويسعدوا الشعب المصري باذن الله. بامر الله. بنتمنى مزيد من الازدهار للبيت الفني للفنون الشعبيه في عهد حضرتك. اهلا بحضرتك. شكرا جدا. طيب.